الأمن الوطني جه البيت عندي أول امبارح يا اختي، امن وطني يقبض عليكي ليه يا صغنن؟ ما شربتيش الرضعه ولا ما غيرتيش البامبرز وحطيتي سودو كريم؟ يقبضوا عليكي ليه يا اختي؟ ثورة، ننزل ثورة. يخيبك، ثوره ايه يا كوت؟ ليه اللبن الصناعي بتاعك غلي ولا السريلاك مش موجود؟ تعملي ثوره ليه يا كوت؟ تطلع آلاف المعتقلين الرأي اللي مرميين في السجون ومختفيين قسريا. رجع معتقلين الرأي ولا اخوك معتقل المخدرات؟ هو ده اللي عايز تخرجه من السجن؟ كخ يا بابا، كخ. ما بنخرجش تجار المخدرات من السجون، ما بنخرجش المجرمين وما بنقولش عليهم ان هم معتقلين رأي. كخ كوتو كخ. انت مين اللي وزك تعمل كده؟ ها؟ مين لعب في دماغك؟ Sisi, I'm sure the people in Egypt will come out and take you down as Bashar al-Assad. مين الحلوف ده؟ عاجبك اللي عمله الحلوف؟ روح للحلوف. انما ينفع كده؟ ينفع؟ طب انت ديك بتقول الامن الوطني جالك البيت، اللي انت عرفت ازاي ان هو جالك البيت؟ أساسا وهم داخلين عين شمس المكالمات جات لي إن هم دخلوا عين شمس. عندك عصفورة؟ انت عندك عصفورة بتقولك طب العصفورة دي كانت فين لما جم قبضوا عليك بجد؟ ما قالتلكش اللي كانت نايمة العصفورة؟ كانت نايمة؟ عشان هم أغبياء قوي، مفكرين كده إن هم نص وهيعرفوا يجيبوني. ومش إحنا أقوى جهاز مخابرات في العالم؟ ما جبتونيش إزاي؟ جبتونيش إزاي في عز ما أنتوا في عين شمس كنت أنا في الشارع اللي وراكوا؟ طب لمي الدور يا بيت، لمي الدور، لمي الدور، علشان اللي عمالين يسخنوكي دولت مش هينفعوكي. اسمع الكلام يا ولا. دي رسالتي للأمن الوطني وللحكومة وللسيسي نفسه. فكرت تيجي جنب حد من أهلي، الواحد من عندي هيبقى ب200 عندكم. ما اسمعش الكلام، اتعكش. مبروك يا ريفالدو. بتعامل معاك وكأنك واحد في الشارع، جيبني يجيبك. ألف ألف مبروك يا حبيبي. راحت فين بقى الشبحانة دي كلها والواحد مننا ب200؟ راحت فين الشبحانة دي كلها؟ يلا ده انت اتجبت كده بالملقاط. راحت فين الشبحانة دي كلها؟ فتح سجون ايه اللي عايز تفتحه؟ واخوك تاجر المخدرات ايه اللي عايز تخرجه؟ ايه يا حبيبي؟ كل اللي وزوك مش هينفعوك، وانت عارف كويس انت ملطوط في ايه، واللي مشغلينك عارفين كويس انت ملطوط في ايه. فليه؟ ليه؟ شوف اخرتها. كل اللي كان عمال يشجعك ويزقك ويسقف لك هيخنس دلوقتي ويخرج منها، والا يبقى ملطوط معاك، تبقى مصيبه سود على دماغه. ده يا لا تكون مصدق ان الواد احمد منصور اللي متاخد ورا السور بتاع احرار الشام كان هينفعك وينجدك بصحيح، حتى لو عمل 100 حركه زي احرار ثوار يناير ولا ثوره 25 ولا. تصدقت يلا؟ دول بتوع عيال. اما انكم صحيح بتوع عيال صحيح، يعني اما تحبوا تقوموا ثوره في مصر ما لقيتوش غير الواد المفعوص ده. بالذمه يعني بالذمه ده عقل؟ فين ايام الثورات الجميله؟ ايه الخيابه اللي خبتوها دي؟ انضفوا بقى واكبروا بقى واعرفوا ان انتوا برضو بتكلموا الشعب المصري. فخليكوا على قدر الحدث. دي مصر، مش قلنا كفايه؟ مش قلنا ما تلعبوش مع مصر؟ مش بنعيدوا احنا؟ والله ما بنعيدوا. معلش، تعيشوا وتاخدوا غيرها.